داخل الناس هنالك أعضاء، ومن بين ذلك الأعضاء هنالك أو نجد مصدر الأحاسيس، حيث تبنى وتنشأ من خلال يا إما مواقف أو أفعال أو لا أقوال، وإما عن طريق لا شيء. ويمكن من لا شيء أن يضيء مصباح الشعور تجاه ذلك الإنسان. فهذا الفيديو غادي يكون على أحاسيس، وبالضبط الحب أو المصدر ديالو، وشنو الإمباكت أو التأثير ديالو عليك، وكيفية النشوء ديالو، وأيضا أحسن جزء في هذا الشعور. هادشي كامل تعرفوا عليه هنا إن شاء الله. كيف ما قلت أن هذا الشعور يا إما عن طريق مجموعة أو مجموعة ديال الأشياء اللي كتكون، أو بلا شيء. ما قبل بغيت ندوي على هذا الكوطي ديال أن الحب لا يتحكم فيه شيء من القوانين المتحكمة الكونية اللي هي الزمكان. فماشي سؤال ديال 1 ضربة مع 50 راه فري، كاين واحد اللوف. أما بالنسبة للمكان فجون بونس هادي راه واضحة، ما كايناش شي مكان أو لا خاصها تكون في البلاصة الفلانية عاد نبغيك نور، هذا ما كايناش. فالقوانين المتحكمة الكونية اللي علينا كتحكم ولا منطبق علينا ما كتنطبقش عليه هو، حيث لأنه بمجرد أنه إحساس لا يلمس، فهذه واضحة. ثم يأتي الإحساس بشخص أو لشخص بدون أي سابق إنذار، وهذا أصدق نوع كيبغيك بوالو. وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا النوع كاين شحال من واحد كتلقى معاه أول مرة، أو لا أول مرة جمعاتكم شي حاجة كتثق فيه ودوي معاه فحال شحال هذه كتعرفوا، أو لا شحال هذه وانت كتعرفوا، ما في الأصل عمرها جمعاتكم شي حاجة أو لا شي تجربة. من أول فرصة كانت بيناتكم لقيت واحد التفاهم واهتمام أو لا نفس الميولات إلى ما ذلك. أما بالنسبة للحب بعد مرور أفعال وأقوال واهتمام إلى ما ذلك، نقدروا نقولوا أنه يتولد حب أو جرعة من الحب غادي تخليك دير شي حوايج اللي عمرك تخيلتهم، وهذا ما يدفعك للتغيير والنمو. وهذا ما قاله نيتشه، أن الحب يجعلك تنمو أو تتغير، وهذه حاجة زوينة. أما بالنسبة لتلك الجرعة فمدتها أو عمرها قصير، عام ونص إلى طولت. دونك الدوبامين اللي كان كيطلع لك للعقل أو للدماغ، المرسل الى الدماغ بفعل ذاك الحب او جرعه الحب، ما بقاش يطفو كيف ما كان في الاول. وكيف ما قالت هيلين فاشر، ان فمثلا الحب في الاول ديالو كيعطيك واحد الجرعه ديال الدوبامين طالعه بزاف اللي كتطلع للعقل، والمصدر ديالها والعقل كيقول لك هذه حاجه جديده. هذا المصدر ديال الدوبامين ماشي بحال المصادر الاخرى اللي كانوا من قبل اللي كنتي كتعطيني، بحال مثلا مشيتي تلعب الجيم دونك كيعطيك واحد النوع من الدوبامين. اما للحب فهو دوبامين مختلف، كيكون طالع بزاف، شي حاجه جديده، لمسه جديده. ولكن هذه اللي الجرعه ليميت، هذه الجرعه عندها واحد الليميت وكتسالى عام ونص بركه. وانا جيت هنا باش نقول لك ان لتلك الجرعه الباهظه والثمينه ووقت محدود او لوقتها محدود وتنتهي. دونك خاصك تنتقل من ستيب واحد لستيب جوج، ومن حب الى اهتمام بالشخصيه او اهتمام بذلك الانسان من الناحيه الماديه والعاطفيه والعقليه والجسمانيه اذا حق القول. وهذا نوع من الاهتمام من بعد ما كيموت الحب. ومن بعد الحب من بعد الاهتمام كتكون موده ورحمه، وهذا مذكور في القران. وليس قولا بل فعلا. بيان سور امك ما غاديش تقول لباك كنبغيك، ولكن تقدر تلاحظ الموده ديالها في التصرفات ديالها معك. حنا في الدار الطرف الحمل الكبير كتكحز امي لعند الوالد، هذا كمثال، والامثله بزاف. سل الدار وجلس وسكت باش تلاحظ ان الام ديالك مع باك كيفاش الموده ديالها من خلال التصرفات. وتاناليزي بزاف ديال الحوايج ما كنتيش كتشوفهم في الاول. ما على العموم قبل ما تسالي الجرعه حاول توصل للخطوه اللي موراها، وهادشي بيان سور بين الطرفين. وبيان سور هذا لا يعد من نقاط ضعف، او الحب لا يعد من نقاط ضعف، بل هو رزق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو رزق من عند الله. وقال ايضا: اني رزقت حبها لحبها. فهو كيتكون لا اراديا بعد مرور او من موراء مواقف، وديك الساعات تتكون لا بوسيبيليتي انه يكون، فاختار من تحب. وكيف ما عنده لا بوسيبيليتي انه يكون بوزيتيف عليك، وعنده الامكانيه ايضا انه يدمرك تو المون، يكون عنده واحد النيجاتيف، سواء حقد او كره او تملك او ادمان. اما بالنسبه للادمان فغادي يخليك مقيد بذلك الشخص، اي جو بونس الى تحول الترابط الى تفارق غادي تبقى ديما عايش معاه، ولكن في الماضي وليس في الحاضر او المستقبل، وهذا مشكل. وللجرعه جرعه تماثلها في الجهه الاخرى. كيف ما كيتولد هذا الشعور عن طريق مواقف جميله وافعال جميله بيان سور، وبمواقف معاكسه لكل هذا، او بمواقف معاكسه غادي ديرها مع نفس الشخص بعد مده من الزمن، ذلك الشخص غادي يكرهك. وكاينين بزاف الامثله حيه على هذه السيتوياسيون. اما بالنسبه للحب التملك فهذه مونطاليتي مريضه خاصها تعالج قريب. وكيف ما عنده القوه باش يخليك تغير وتطور وتنمو، كيف ما قال نيتشه عنده لا بوسيبيليتي انه يدمرك او نورمال. حيت شحال من واحد كتشوفه او شفناه رمى راسو لا دروغ وخرج على صحته بسبب انثى او حبه اليها. فهذا الامباكت او هذا التاثير النيجاتيف غتخلينا، او لا تقدر هذه الجمله ديال
تاثير نيجاتيف دوزنا لواحد البارت او ما يسمى احسن جزء من هذا العالم كامل، الا هو من بعد الفراق. وذلك الشعور ديال كانت حياتي زوينه بها او لا به، والذكريات تطفو وانت بلا نعاس وبلا ماكله وبوسيبل قرو في يديك وتصورها ما بين عينيك وباغي تصلح ما خلفتموه نتوما بجوج، ولكن تحتي في نتيجه الفراق، وهذه كفاكت او كحقيقه، وعقلك داخل اعصار ديال العاطفه ولا منطق واحد عندك، ودريك يقول لك مالك شي وحده تجي وحده مالك انت مصاحب معك كليوباترا، فانت ما فهمك حتى واحد، عنده سان ذا بين، راه فاهمك وفاهم هذا الحريق العاطفي اللي دايز انت منه. وفي هذا ليطا التكوينه ديال البنت راه ماشي بحال ديال الدري، فعندك جوج الحلول لا ثالث لهما. يا اما هاد الفراق هي غتكون بالنسبه ولا تكون بعباره انها واحد الضربه اللي غادي تنعسك ولا غتقتلك، فهمتي، حيت دخلتي ليها وما غاديش تولي تعيش فيها، وغتبقى ديما بالنسبه لك واحد العقده في الحياه، ولا سولوك على شي حاجه عنده علاقه بهذا الموضوع النظره ديالك غتكون نيجاتيف، وتقدر النظره ديالك نيت عنده واحد التاثير على اناس اخرين، واخا انت اللي دزتي من التجربه ماشي هما، من خلال بوسيبل انه يكون كيتانسبيراو منك. او اما هاد الضربه اللي طيحاتك تخليها هي واحد النقطه بيان سور، وتمشي تخدم على راسك واحد عامين 5 سنين 6 سنين 10 سنين كاع، طور من راسك من نفسك من عقلك من صحتك من جيبك، وغادي تكون هي واحد النقطه اللي خلاتك او توب ما قتلاتكش. ومن بعد بوسيبل تشيك الكونت ديالك وتصيفط لك ميساج كون كوا فين سافا. دونك عندك جوج ديال الحلول، يا اما تقول لها مرحبا بك مره اخرى، وتقدر تدمر عاوتاني قلبك مره اخرى كيف ما دمرتي في الاولى، وعندها لا بوسيبيليتي حيت المراه هي الوحيده والكائن الوحيد اللي عنده واحد الكونترول على الراجل. او يا اما تقول لها دورميا، فلو شوا ديالك ديك الساعات. وجو بونس هذه احسن من انك تقول او لو انه يجيو عندها صحابات يقولوا لها داك الدري كنتي مصاحب معاه شوف فين وصل شوف كي ولات حالته بالشفقه، او يا اما يجيو عندها صحاباته يقولوا لها خونا ولا هربان بزاف، شنو تخسر؟ And now I think about it.